ليلى كانت بنت صغيرة، ما كانتش بتحب المذاكرة خالص. كل ما مامتها تقول لها يلا يا ليلى ذاكري، كانت تسيب الكتب وتروح تلعب. وفي يوم المدرسة أعلنت عن مسابقة كبيرة، والجايزة كانت لعبة نفسها فيها من زمان. ليلى فرحت جدا ودخلت المسابقة وهي متحمسة، لكن لما جه دورها تجاوب وقفت وما قدرتش تقول حاجة. زعلت جدا وهي شايفة اللعبة راحت لطفلة تانية. رجعت البيت حزينة، وساعتها مامتها قالت لها لو كنتي ذاكرتي يا ليلى كنتي عرفتي تردي، وكنتي هتحققي كل اللي بتحلمي بيه. الكلام ده لمس قلب ليلى، ومن يومها قررت تذاكر بجد وتدي وقتها للكتب. ولما جت مسابقة جديدة كانت مستعدة، جاوبت صح وكسبت اللعبة اللي بتحبها. ومن ساعتها ليلى فهمت إن المذاكرة مش بس كتب، دي مفتاح يحقق أحلامنا.